جايب لك افجر نسخة واتساب في المجال، حرفيا افجر نسخة واتساب ممكن تشوفها في المجال. النسخة بتفك البلوك، بتعمل جروبات قديمة، بتفبرك عدد مشاهدات الستوري، حاجة جامدة جدا. تعال بص كده، لو ضغطنا على كلمة خصوصية الجروب دي كده، بص بقى ركز معايا. عندك هنا بقول لك تعديل تاريخ انشاء المجموعة مثلا، ممكن تكتب اي تاريخ انت عايزه وبتخرج تعمل اي جروب انت عايزه، بتلاقي الجروب اتنشأ بالتاريخ اللي انت حطيته. تمام كده؟ تمام. عندك هنا بقول لك مشاهدة الحالات المزيفة، ممكن تكتب هنا مثلا اي حاجة انت عايزها. شوف انت عايز كام مشاهده للستوري بتاعك وبتكتبها هنا كده، وبتضغط موافق، بتلاقي كل اللي انت كتبته طلع لك بالعدد اللي انت كتبته مشاهدات بره على الستوري مزيفه. عندك بيقول لك هنا انتحال رقم مرئي، يعني مثلا ممكن تيجي هنا كده وتمسح اي رقم كده، مثلا بتمسح الرقم كده وتكتب اي رقم كده. تمام كده، انت غيرت الرقم بتاعك محدش هيعرفه تاني. طبعا كده مثلا انت لو حد عمل لك بلوك وجيت غيرت رقمك من هنا، البلوك بيتفك وبتكلمه تاني، مفيش اي مشكله. حاجه جامده جدا. تابع الفيديو للنهايه عشان تعرف الباسورد، ويلا بينا نخش على الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا يا اخواتي رجعت لكم فيديو جديد كالعادة وبنسخة جديدة، بس يا ريت قبل ما نبدأ الشرح، لأول مشاهدة لكم على القناة اشتركوا فيها على زر الجرس، وطبعا الناس القديمة لكم كومنت، مش هطلب منك أكتر من كده. طبعا ده شكل نسختنا من بره، نسخة مكان نسخة المتجر زي ما انت شفت كده في مقدمة الفيديو. نسخة حاجة جمدان الجمدان، نسخة من الآخر. يا ريت بقى تقدر تعبنا بلايك وكومنت. طبعا ده شكل نسختنا من بره. هنخش على النسخة كده. أول ما تفتح معانا بالواجهة الرايقة جدا دي كده. عندك الرغي وعندك الخرابات اللي هي الجروبات، والستيت اللي هو الستوري، والمكالمات اللي هي الناس اللي رنت عليكم كده. تمام كده؟ تمام. معانا اول ميزه ممكن نشغل اكتر من رقم على النسخه. تاني ميزه لو عايزين نفعل وضع الطيران ونقطع النت عن النسخه، يعني ولا هنستلم رسائل ولا هنبعت رسائل. طبعا نضغط كده على كلمه الغاء، نيجي على الثلاث شرط. عندك كلمه القناص القناص والطيب. تمام، فيرجن 3. طبعا النسخه دي فيرجن 3 من نسخنا. طبعا انا قلت لكم ان احنا هنعمل سلسله نسخ هتبقى جامده جدا، حاجه طرش الطرش. اشترك بقى وفعل زر الجرس واستنى النسخ اللي نازله. طبعا ده الفيرجن الثالث من نسخنا. زي ما انت شايف كلمه القناص والطيب ديت، هنخش عليها كده. تمام. وهنخش على كلمه الخصوصيه. طبعا هيفتح معانا موديل الاضافات بالشكل ده كده، اللي هو البريفيس بتاع النسخه. تمام. اول حاجه بقول لك الخصوصيه العامه، اللي هو اخفاء اخر ظهور. تمام. تحت لي اعاده التوجيه. هنا بقول لك اخفاء مشاهده الستوري. تمام. منع حذف الستوري، اخفاء الازرار اللي على شاشه الحاله. هنا بقول لك عرض اكتر من مره، تحت العرض اكتر من مره واحده. تمام. منع حذف الرسائل، اظهار الصح الزرقاء بعد الرد، ولو عايز تعمل باسورد للنسخه وكده. تمام. اضافات نسخ البلس اللي كلنا عارفينها. طب لو جينا خرجنا كده، عندك بيقول لك خصوصيه المكالمه. تمام. ممكن لو تختار الناس اللي عايزه ترن عليك، مثلا تخلي مثلا جهات اتصالك، او ممكن تعملها ما حدش يرن عليك خالص، مفيش اي مشكله. تمام. تمام. عندك بيقول لك خصوصيه الواجهه اللي هي بتاعت النسخه. لو ضغطنا عليه كده، بص بقى، عندك اول حاجه بيقول لك اختار اشكال الكونفرزنيشن. تمام. اللي هي الاسطر. وده بيقول لك اختار انماط الواجهه وكده لو الواجهه بتاعت النسخه مش عاجباك. تمام. وعندك طبعا ده بيقول لك لو عايز تختار الخط بتاعها. عندك هنا بيقول لك اخفاء ايقونه اضافه الحسابات. تمام. هنا حافظ على الضجيج. وهنا بيقول لك مجموعه منفصله، اللي هو هتفصل الجروبات عن الشتات. تمام. ملحوظه بس يا شباب، النسخه ديت هتثبت فوق النسخه بتاعتي انا والطيب فرجن واحد. تمام. مفيش اي مشكله. عندك هنا بيقول لك اظهار رمز اضافه الحسابات اللي انت شفته بره دلوقتي، اللي هو ممكن تشغل اكتر من رقم على النسخه، مفيش اي مشكله. عندك بيقول لك عرض وضع ايقونه الطيران. تمام. اللي هو لو عايز تقطع النت عن النسخه وكده تعرضها بره في الشاشه. عندك لو عايز تخفيها بتخفيها. ماشي. عندك هنا بيقول لك تعطيل الدردشه المخفيه. هنا تعطيل اخر ظهور. تمام. هنا بيقول لك تعطيل النقطه على الانترنت. تمام. طبعا تعطيل اخر ظهور ده يعني لو حد عامل اخفاء اخر ظهور ما بيتخفيش من عندك. تمام. تمام. هنا بيقول لك اعرض اسمك في الواجهه الرئيسيه بدل اسم انا والطيب. ده بيقول لك اعرض اللي هو البايو بتاعك في الواجهه وكده. هنا بيقول لك يوم من الاسبوع في وقت الرساله، يعني بيجيب لك الرساله بعتت لك امتى والوقت بالظبط. تمام كده؟ تمام. طب لو جينا خرجنا كده، عندك كلمه خصوصيه المحادثه. تمام. بص بقى يا حبيب قلبي، ده اول حاجه بيقول لك صوره في الشات، لو عايز تحط صورتك في الشات وكده. عندك كلمه منشن جماعي، يعني اي رساله هتكتبها هتبان ان هي معموله منشن. تمام. بس هي مش معموله منشن يعني عشان تدخلوا الشات وكده. تمام. عندك هنا بيقول لك عرض عدد الكل. تمام. هنا ازاله ردود الفعل، اللي هو لما تضغط على رساله ضغطه مطوره الايموجي يعني وكده. تمام. هنا بيقول لك تذكر ايفون لتكرار الرسائل. هنا بيقول لك محادثات متعدده. تمام. هنا ارسال رسائل بصيغه في اي بي. تمام، ما علينا. تمام. هنا بقول لك رد النص على يعني مثلا ايه، بيذكرك مثلا انت هتكلم شخص الساعه كذا، بتحط التاريخ اللي النسخه تذكرك فيه هتعمل حاجه فيه، وهي بتفكرك بالحاجه ده لو انت هتنساها وكده. تمام. هنا بقول لك تعطيل حاله الاتصال. هنا التاكد قبل ارسال الملصق. هنا ظهر علامه المسؤول. تمام، اللي هو المشرف وكده. هنا بقول لك تعطيل رد الفعل بالنقرتين. وهنا تغيير الاعجاب، اللي هو الايموجي لما تضغط على رساله ضغطه مطوله ممكن تغير الايموجي باي ايموجي انت عايزه من هنا، مفيش اي مشكله. عندك هنا بقول لك بقى ايه الوان الشات. تمام. لو ضغطنا عليه كده، بص بقى يا حبيب قلبي، ده الوان الفقاعه بتاعتك. تمام. ممكن تخلي الفقاعه اللي هي على اليمين بتاعت صاحبك. تمام. مثلا تخليها باي لون انت عايز، تبقى جواها الرساله، ودي اللي على اليسار اللي هي الفقاعه بتاعتك انت. تمام كده؟ تمام. ودي فقاعه الملصق وكده، تغير الالوان اللي انت عايزها، مفيش اي مشكله، حاجه جامده جدا.
عندك هنا بقول لك النسخ الاحتياطي والاستعاده لو عايز تركب ملف السرعه. كل الجمدان بقى وكل الروقان في الميزه دي كده، فانت تابع معايا كده وركز معايا. لو ضغطنا على كلمه خصوصيه الجروبات دي كده، طبعا بس احمسك كده باول رقمين في الباسورد. اول رقمين 2 0 اللي هم 20 2 0 اول رقمين، تمام. تابع الفيديو هنا عشان تعرف اخر رقمين. بقول لك تغيير كلمه متصل الان ممكن تخليها مثلا ايه، صاحبك فاتح دلوقتي، او لا مؤاخذه مثلا تقول الحيوان ده فاتح دلوقتي وكده زي ما انت عايز، تمام. تعديل تاريخ انشاء المجموعه يعني ايه، لو جيت هنا كده مثلا مش هيبقى مكتوب في اي تاريخ، فانت هتكتب التاريخ اللي انت عايزه مثلا 2000، خليها 2000 مثلا و5، تمام. كده انت اي جروب هتعمله هتعمل بالتاريخ اللي انت كتبته، تمام. مشاهده الحاله المزيفه يعني ايه، لو ضغطت عليه كده مثلا جيت كده مثلا كتبت مثلا 1001، تمام كده 1000، هتخرج بره هتلاقي 1001 شاف الستوري بتاعك تلقائي كده، حاجه جامده جدا، تمام. عندك بيقول لك انتحال رقم هاتف مرئي، يعني دي كده لو ضغطت عليه كده طبعا يا شباب هتيجي كده مش هيبقى مكتوب اي حاجه، هتكتب مثلا اي رقم، مجرد انت ما تكتب الرقم ده هتخرج تلاقي الرقم بتاعك اتغير بالرقم ده. ملحوظه بس يا شباب، الميزه ديت فيك مش حقيقيه، تمام. طبعا الميزه دي مثلا لو عايز تخدع واحد صاحبك وتقول له مثلا انا فاتح واتساب بالرقم بتاعك وكده يعني، فاهم، وتاخد له سكرينات وكده. عندك هنا بيقول لك ميشن جميع، لو عايز تعمل ميشن لجماعه افراد الجروب. هنا بيقول لك التزوير في اخفاء علامه الاطفال وكده، تمام. هنا بقول لك امر لارسال اطفال جهه اتصال، طبعا ده عشان ما تنش من الكونكتات، وده عشان تستقبل اللي هي كونكتات جهه الاتصال صفر، تمام. انا بقول لك تجاوز كفل جهه الاتصال، وانا تلقي اقفال لجهات الاتصال، تمام، اللي هو على شكل نص وكده. طبعا دي لاضافات الفيروس للناس اللي لها في الفيروس وكده. طبعا انا هضيف لك كل حاجه في النسخه، فمش حارمينك من اي حاجه، فانت بقى ما تنساش كده باللايك والكومنت، لان احنا بنتعب قبل ما نعمل النسخ ديت. عندك بقول لك تحسين تحطم سريع الزوايا، تمام، اللي هو الكراش لما تيجي تخش على الجروب وكده. انا بقول لك تحسين كفل الصور اللي هو فيروس الصور، وده تحسين كفل فيروس الصوت، تمام، اللي هو يعني ما تهنش منه، تمام. ده بقول لك تحسين كفل فيروس المستند عشان ما تهنش من فيروس المستندات. طبعا لو جينا خرجنا كده عندك الاباوت بتاع النسخه ما فيش اي مشكله. طب نخرج كده نشوف الجمدان كله بقى والروقان كله في الشات، حاجه جامده جدا. تابع الفيديو للنهايه بس معايا كده. بص بقى يا حبيب قلبي، عندك الرغي اهوت وعندك الخرابات، تمام. بص شايف النسخه دراك كده يعني، نسخه مكتئبه كده في نفسها، حاجه جامده جدا، حاجه بص كده اكتئاب للناس المكتئبه والناس اي حاجه والناس الفرحانه كله، تمام. نسخه ابيض فاسمر كده رايقه جدا. بص بقى لو جيت على الطرف الشرط كده عندك بيقول لك خرابه جديده لو عايز تعمل جروب جديد، وده لو عايز تعمل بي سي جديد، وده واتساب ويب، ودي الرساله المميزه بنجمه والاعدادات، تمام. لو ضغطنا كلمه القناص والطيب دي كده، بص بقى يا حبيب قلبي، ده بيقول لك ايه، ثواني كده نضغط على تاني. عندك هنا بيقول لك كلم رقم من غير ما تسجله، وده رستر للنسخه، وطبعا ده لو عايز تخش الاضافات وكده، تمام كده، تمام. ممكن تكلم اي رقم من هنا من غير ما تسجله. طب نيجي كده على الثلاث شرط، تمام، نضغط على كلمه الاعدادات ونخش كده على الرقم بتاعنا. شايف الرقم اتعمل 8 زي ما انا عملت، زي ما انا عملت دلوقتي، بس كل حاجه الارقام دي فيك، تمام، لكن اي حاجه تانية حقيقيه، تمام. دي فيك بس دي الوحيده اللي فيك في النسخه، تمام. طبعا دي يعني عشان ترازي اصحابك وتقول لهم ان انا يعني ايه فاتح بالواتساب بالرقم بتاعكم واتساب وكده، تمام. هيجي واحد يسالني يقول لي يا قناص عايز مثلا افعل اللون الفاتح، هتعمل ايه؟ هتيجي على الثلاث شرط كده وهتضغط على كلمه الاعدادات، تمام، وهتخش على كلمه اللي هي الرغي دي كده. بعد ما تخش على الرغي هتلاقي هنا بيقول لك السيم، لو عايز تفعل اللون الفاتح مفيش اي مشكله، على كلمه السيم، تمام. ممكن تخلي الضوء اللي هو الابيض وكده، تمام كده برو، تمام. طبعا ده لو عايز تبعت من الكوبرت نسخه مع بعض، حاجه جامده جدا. نسخه بص كده جمدان الجمدان، حاجه طرش يا روحي. فقدر تعبنا كده بلايك وكومنت. هنخش على الشاشه كده نشوف شكل الشات بتاعنا، تمام. هخش على الشات ده كده، بص بقى شكل الشات عامل ازاي من جوه. شايف الجمدان كله والروقان، حاجه جمدان الجمدان يا روحي. شايف شكل النسخه من جوه، حاجه طرش. بص شات جامد جدا، نسخه جامده جدا، كل حاجه في النسخه يعني جامده جدا. يا ريت بقى تقدر تعبنا كده بلايك وكومنت، عرفنا بس مدى اهتمامك بالنسخ بتاعتنا، عشان يعني لو ما لناش الناس مش مهتمه بالنسخ وكده طبعا هنلغي السلسله دي خلاص، لان احنا لحد دلوقتي دي تاني نسخه. وطبعا النسخه الاولانيه عجبتكم والنسخه الثانيه عجبتكم، وان شاء الله النسخه دي هتعجبكم كمان، لان النسخه دي حاجه جامده جدا زي ما انت شايف كده. طبعا ما بتهنش من اي فيروس، حرفيا اي فيروس عمر النسخه ما تهنج منها، تمام. تاخد بقى اخر رقمين في الباسورد هما 04، تمام. اخر رقمين 04. لو ما شفتش اول رقمين اسمع الفيديو من الاول، تمام. اخر رقمين 04، تمام كده، تمام. زي ما انت شايف النسخه قدامك اهيت، حاجه طرش. يا ريت بقى تقدر تعبنا كده بلايك وكومنت، لان احنا بنتعب جدا في النسخ. وطبعا قول لي رايك في النسخه تحت في الكومنتات، ولينك النسخه هتلاقيه تحت برضك في اول كومنت مثبت. وخش قناه التليجرام عشان تتابع التحديثات بتاعت النسخ، وطبعا انا بنزل هناك النسخ مباشر. خش قناه التليجرام هتستفاد جدا. واشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام يا احلى متابعين.